بس العمر استغرب بلاقي المقاولين بيلعب في بطوله افريقيا ايام بيل انطوان وعبد الهادي ولاقي جمهور المقاولين العرب هناك اللي هم عملوا انشاءات في الدوري الافريقي الشهر كبير يعني. فانا بقول ان هو يعني البدايه طبعا كانت من ايام المهندس عثمان احمد يعني الراجل مؤثر زي ما بنقول. لا صحيح تمام. اللي انشاه عثمان احمد عثمان واخوه حسين عثمان في الجبل الاحمر وعمل مزارع دينا نادي مزارع دينا طبعا لعب كتير ونادي على الطريق اسكندريه الزراعي الصحراوي حسين عثمان وسماه كان هو نادي دينا سماه مزارع دينا على اسم بنته النادي. بنت مين؟ بنت حسين عثمان. لا بنت عمرو ابن حسين عثمان. كمان حفيدة حسين عثمان اسمها دينا. سمع على كانت لسه عمرو ده ولد مخلف بنته. ايوه دينا ففرح بيها وهم بيعملوا النادي فسموه دينا على اسم دينا حفيدة حسين عثمان بنت عمرو ابن حسين عثمان. وده اللي اتباع بعد كده الجلدي ده اللي غيرونا الجلدي بعد كده لحمة الجلدي والمعادن والشركة نفسها اتباعت المعادن شركة دينا انا رحتها قريت على الطريق دي على الطريق اللي هو اسكندريه الصحراوي ولقيت مزارع رهيبه يعني ما كنتش اتوقع ان هم يزرعوا الحاجات دي وكان خيار وحاجات. انا فاكر الموقف ده حضرتك كنت بعتني كنت انا في الكوره وملاعب ساعتها ورحت اكلوني خيار وجابوا لي مقابله والملعب اصلا تحفه في رغم ان المكان اللي محدش يحزين ورا ان هم بعد ما ماتوا حسين بيه وبتاع الورثه بقى والستات هات لي بقى ده مش عارف مين اخوك مين بياخد اكتر فباعوا النادي وباعوا كله وباعوا الشركه كان عندها الفريق كان بيلعب دوري ممتاز اللي هو مزارع دينا. طب استاذ محمود انا كمان عايز اكد لك على معلومه كمان ان الانتر ميلان الايطالي فعلا بدأ يفاوض بازل عن محمد صلاح. محمد النني قال ان انا هكمل لسه رغم المدرب اللي هو المدرب بتاع بازل اللي هو مراد يقين عايز محمد صلاح يكمل معاه السنه دي. لو هيتباع في فتره الانتقالات الشتويه الصيفيه لكن الجميل في الموضوع برضه يا استاذ محمود ان ستيفن شعراوي اللي احنا بنقول برضه من طنطا الايطالي اللي هو من اصل مصري ومن طنطا تحديدا في نادي الارسنال عايزه ونادي تشيلسي عايزه كراس حربة ووصل سعره ل 35 مليون يورو وبرضه ما رضاش. يعني هو لما جه استطلعوا رايه او قالوا له طب انت ستيفن عايز تلعب في الارسنال او تسيب او تشيلسي البلوز في الانجلش بريمير ليج قالوا له لا انا عايز اكمل مع الميلان الايطالي. فتمسك بالجريني اللي هو نائب رئيس النادي وهيكمل ستيفن شعراوي. احمد حسام ميدو طبعا حضرتك عارف ان هو خلاص بطل كوره خالص لكن برضه الحاجتين الجداد زي احمد حسام ميدو واكيد حضرتك عارف ان هو جاله تدريب في الدوري الانجليزي لانه حصل على التدريب رخص تدريبيه في اللي هو شهاده التدريب او الرخصه زي ما بيسموها في من الاتحاد الانجليزي لكره القدم. بالاضافه ان احمد حسام ميدو عايز يشتغل في الاعلام يعني عايز طبعا يشتغل في الاعلام ولكن يعمل برنامج يعني تحديدا اسم العالمي بس برنامج هيبقى كبير جدا على غرار اللي هو البرنامج بتاع 10 بتاع مارادونا العالمي. استاذ محمود انا عايز يعني اخرج من الموضوع ده لحكايه اللي ده برضه يعتبر انتصار لينا في الرياضه وفي كره القدم اللي محمد صلاح يجيب له العروض دي. ايه راي حضرتك؟ شوف ولا في حاجه محمد صلاح لعب مهم كويس قوي وصول الريفيه ساعدته في اللي هو تألق انه هينجح لان كل من لعب في عدد كبير جدا من اللعيبه المسلمه في انديه اوروبا وفشلوا جميعا. اشهر فاشل عمرو زكي ومحمد شوقي ومحمد لا ده عمرو زكي ده كان ريال مدريد وصل مع ريال مدريد طلع زيرو صح هياخده في اول 10 ماتشات يجيب 11 جول 11 هدف مظبوط ده ضرب الدوري بتاع كريستيانو رونالدو مظبوط كريستيانو رونالدو يوم في مانشستر يونايتد صحيح ده كان فويجن وكسر هدف في الدوري الانجليزي في الدوري الانجليزي في الدنيا كلها كانت عايزاه صح. وبعدين بس ممدوح عباس ما رضاش يبيعه ما تقولش هو اللي ما رضاش ما تقولش انا كان اللي وداه 2 مصريين في شركه تسويق بريطانيه نمساويه
فيها واحد اسمه محمد حميد واحمد رفاعي، ما اعرفش تعرفهم ولا لا؟ صحابي قوي. اعرفهم. صحابي قوي، هم اللي خدوه ودوه سوقوه وعاملين له يعني، هم اللي قالوا برضه هياخدوا نادي جد، هم اللي هياخدوا. كان في شويه اسامي، احمد فتحي واحمد محمدي في الهلسيتي كله، هم اللي ودوا احمد فتحي تشيلسي. وبرضه ما فشل في تشيلسي فشل. ولا في الاول في يونايتد قعد حوالي سنه وبعد بالظبط كده. حلو كده. فكلمني حميد، مستر حميد، وقال لي عمرو زكي في عرضك راح مصر رابع مره بدون اذن المدرب، اصل امي تعبانه، اصل خالتي بتولد، اصل عمتي وهم عندنا خالص الديسبلين ده، الانضباط ده مش في الاحترافيه الواقعيه. قابلته وعمرو يا ابني ايه؟ قال لي اصل انا انتش عارف، انا اصل عندنا ايه؟ قلت له يا ابني عندك إيه؟ حتى لما راح للكوماتيف موسكو فاكر اول ما راح لما كان في الزمالك وراح لا قال لي يجي الزمالك بس هو ما كملش، كان في انبي يروح للكوماتيف موسكو. فقعدت معاه والله ود نكمل معانا مرات تليفوني 3 مرات علمني اللغه الروسي يعني الحاجات بقى دبري ويتر صباح الخير يعني خدشو انا مش عايز حاجات كده اللي هي الاستخدامات وراح ما كملش شهرين ورجع. اتفضل مكتب. مين معايا؟